السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة مطبخ توأم. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. لقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كيف العاده نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالنسبه للاقتراحات اللي كنحتاجو سواء في الويكاند او للوليدات المدرسه او لشهر رمضان المبارك، الله يبلغنا اللهم بلغنا رمضان لا فقيدين ولا مفقودين يا ربي امين. غنعطيكم واحد الاقتراح اللي كيجي اكثر من رائع. واحد الساندويتشات ما فيهم لا تماره لا قوه الروينه، كيجيو واعرين بزاف. وكيف كتشوفوا راه الشكل ديال الماضي يبان لكم. المهم هنا في العجانه عندي نص كيلو ديال الدقيق، عندي مع واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وعندي مع واحد المعلقه كبيره ديال السكر الخاشع يعني السنيده. تبعوا معايا هذا الفيديو، هاد الوصفه دي كتجي رائعه جدا. المهم كندير هنا علبه ديال الياغورت مسوس، تقدروا تعوضوه بجوج معالق كبار ديال الحليب بودره، تقدروا تعوضوه بواحد الكاس ديال الحليب دافي وتكملوا بالماء. المهم بنفس العلبه الياغورت كنعبر نصف كاس ديال الزيت النباتيه، وكنضيف الماء دافي بالتدريج. نضيف في الاول واحد شويه وغادي نبدا نعجن العجين. وملي غتبان لي يعني نجينا محتاجه الماء نبقى نزيد ليها الماء بشويه بشويه. الماء اللي كيكون دافي غادي نبقى نزيدو بالتدريج شويه بشويه حتى تجمع ليا العجينه. هنا كنضيف الملحه، ما بغيتش نضيفها في الاول مع الخميره، وكنبدا نضيف الماء بشويه بشويه حتى كنتحصل على واحد العجين اللي شيئا ما كيتلصق في اليدين. كيف غادي تشوفوا معايا العجينه اللي كتكون رطبه كتكون شويه كتلصق في اليدين بهذا الشكل هذا. غادي نغطيها وغنخليها حتى تخمر بشكل جيد. من بعد هنايا غادي ندير معكم الحشوه. انا مشيت معكم بمراحل كيف خدمت انايا يعني في المطبخ. خديت انا صدر ديال الدجاج اللي كيكون مقطع بشكل طولي، حكيت عليه واحد الفص ديال الثومه، جوج فصوص متوسطين انا كانوا صغار درت 3، شويه ديال الفلفل الاسود اللي هو البصار، كنضيف شويه ديال السكنجبير، شويه ديال التحميره، فلفله حمراء، واحد شويه الملحه. ما غاديش نكثر لانني غادي ندير الخردل اولا لا موطارد، كتكون شويه مالحه يعني باش الحشوه ما تجيناش مالحه بزاف. بالنسبه للكميه ديال الصدر ديال الدجاج فكتبقى على حسب الرغبه. ضفت انا شويه ديال المعدنوس يابس، راه فايته نحضره معكم بمعدنوس مجفف، تقدروا تستعملوا المعدنوس الطري من طبيعه الحال. المهم كنخلط هاد المكونات كامله مع بعضياتها، وهاد الشرمونه دي كل ما بقات في الدجاج كل ما كيجيكم ألذ. انا صراحه غير عجنت العجينه درتها هي الاولى، بين ما خمرات العجينه وطيبتهم عاد نطيب الحشوه. المهم هنايا كيف كتشوفوا من بعد ما خمرت لي العجين هبطتها فوق سطح العمل دائما مع الاستعانه بالدقيق، وغادي نحاول انني نفرغ منها الهواء، وغادي نقسمها للكويرات اللي يكونوا من نفس الحجم الحجم ديالهم كيبقى على حسبكم نتوما، بغيتوهم صغار اولا بغيتوهم كبار. انا درتهم شويه ما كبرش بزاف. المهم خرجوا ليا 9 ديال القطع. المهم كنكورهم كنعطيهم واحد الشكل دائري مقاد، وكنبدا هكايا كندلك دائما الاستعانه بالدقيق لان العجينه شويه كتلصق. كنطلقها غير واحد شويه، ما نرققهاش بزاف عاوتاني اكثر من القياس. المهم عطيها واحد الشكل دائري اللي كيكون مقاد بهذا الشكل هذا. هنا عندي الزبده ديال العلبه، كندهن غير النصف ديال الدائره. اللي بغات تدهن بالزيت هنايا في الوسط دهن بالزيت، غير هو الزبده حتى الزبده كتزيد الهشاشه وكتزيد المذاق لهذا الخبز هذا. هذا الخبز كيجي رائع جدا وتعمروه باش ما بغيتو. المهم كيف شفتوا طلقت العجينه، دهنت النصف ديالها بالزبده وحطيت عليها النصف الاخر، يعني غير باش كطيب كتجيكم سهله انكم تحلوها وتعمروها. يعني ساهلين بزاف بزاف وما كياخذوش نهائيا الوقت، كيوجدوا في واحد الساعه ونص المكانه كيكونوا واجدين طيبين وكل شيء. يعني ما كياخذوش الوقت كياخذوه غير باش كيكونوا غيخمروا في المره الاولى وصافي. هنا كيف شفتوا الزبده، راه الزبده غير ديال العلبه العاديه، كدهنوا هكا النصف ديال الدائره ديالكم مزيان وكتنيو عليها النصف الاخر وكتقدوا ليها الشكل ديالها وكتحطوها في اللاطه اللي درنا ليها ورق ديال الفرن.
اولا ما كانتش كتلصق ما تحتاجوش. صافي هنا في الوجه ديالها كندهنوا ايضا بالزبده. الزبده تعطيه واحد اللون ذهبي احسن من انكم تدهنوه بالبيض. وطبعا اللي بغى دهنوا بالبيض دهنوا بالبيض. راني فايته محضره معكم نفس هاد الساندويتشات، لكن ديك الساعه دهناهم بصفرة البيض ودرنا ليهم الزرارع من الفوق. وتا الحشوه كانت يعني حشوه اللي مختلفه. غنخلي لكم الرابط ديالهم اسفل الفيديو ديال داك الفيديو اللي بغات تدخل وتشوفوا تاخذ يعني افكار. هنا من بعد ما دهنته بالزبده درت هنايا شرائح ديال البصله اللي كتكون شويه رقيقه كنفرشها هكايا من الفوق. غير جربوهم راه كيجيو رائعين جدا. وهنايا من الفوق تقدروا تاني تزوقوا باش ما بغيتو ديروا غير بصله وفلفله، ديروا بصله هكا مطيشه، ديروا الزيت البصله والزيتون. يعني داكشي يعني اللي كنقولوا كيف كنقولوا اللي متوفر عندكم. درت هنا طوماط سوغيز ودفت البصله هكايا شرائح بهذا الشكل هذا، وكنضيف زيتون كحل من الفوق. وصافي كتحطهم هكا من الفوق. هاد الاثناء هذه الفران راه سخون، راه درتو كيسخن. هنايا غادي نوضع هكا دويورات ديال زيتون اسود. بهذا الشكل هذا. وغادي ندير من الفوق هكايا الفرماج احمر من الفوق هكا اللي كيكون محكوك. ديروا فرماج احمر، ديروا موتزاريلا اللي متوفر عندكم. صافي ومن ما غنكملهم غندخلهم الفران يكون سخون عافيه اللي متوسطه، من الفوق العافيه ليهم من التحت يطيبوا يتحمروا من التحت، ونهبطوا من التحت والعافيه عليهم من الفوق يتحمر لهم الوجه ديالهم ياخذوا داك اللون الذهبي الزوين. كيجيو رائعين جدا. هنا كيف شفتوا يلا خرجتهم من الفران شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو ريحتهم والهشاشه ديالهم كيفاش كيجيو رطبين. كيف قلت لكم تقدروا ديروهم صغار تقدروا ديروهم كبار، يعني لكم الاختيار. خليتهم هنا درت عليهم واحد المنديل باش ترجع لهم ديك الرطوبيه مزيان. خليتهم على جنب ودزت نحطوا الحشوه في واحد المقله. درت شويه ديال الزيت النباتيه مع شويه ديال البصل هكا بصيله اللي كتكون مقطعه شنانف وفلفله حلوه اللون اللي بغيتو نتوما. درت معاه شويه الملح وشويه ديال البزار باش ما تجيناش ديك الفلفله وبصله باسلين. كنخليهم حتى كيطيحوا واحد شويه وكنضيف لهم داك الدجاج اللي شرمنا من قبل. كنجهد العافيه وكنخليهم حتى كيطيبوا مزيان. كيطيب داك الصدر ديال الدجاج وكيوقفوا في داك الزويته ديالهم. صافي هنا شوفوا هانتوما الخبز ديالي راه بسهوله كيتحل وما شاء الله ريحته ريحه داك الزبده وداك المكونات اللي درنا من الفوق صراحه ريحته رائعه. صافي كان هنا كنفرش ورقه الخص. انا ما درت لا صوص لا حتى شي حاجه ولكم الاختيار. الحشوه كتبقى على حسابكم. فرشت غير الخس ودرت الحشوه ديالي وكتقدموهم بالصحه والراحه. الحشوه كتبقى لكم على حسب الاختيار، تعمروهم بالطون تعمروهم بالكفته، ديروا ليهم هكايا الخس مع لا دام فيمي وفرماج هكا ديال الساندويش. ومهم الحشوه يعني نتوما ديروا فيها داكشي اللي بغيتو. انا هذا هو الاقتراح اللي اقترحته لكم اليوم. قدمنا بطبيعه الحال مع لي فريت. وصافي كنتمنى ان شاء الله يا ربي الاقتراح ديال اليوم يكون عجبكم. والى اللقاء على فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه. هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو فعلا رائعين جدا جدا جدا. غيحماق عليهم صراحه الصغير والكبير كيجيو واعرين بزاف بزاف. تقدروا ديروهم صغار هكا لي بوفي اولا العراضات هكا تقدروا ديروهم صغار من هكا ديروهم صغيورين حتى هما كيجيو رائعين جدا جدا. وإلا عجبكم بحال اقتراحات لشهر رمضان المبارك خليوها ليا في لي كومونتير. ومع السلامه.